مساء الخير، اتمنى تكونوا بخير وسعاده. السكوتر ده سكوتر فارح، عمرك ما هتشوف زيه في السوق المصري. حاجه زي الفراري واللامبورجيني، بس ده في السكوترات. يعني اللي هيقتني السكوتر ده بياخد حاجه فارهه، كل الناس بتشاور عليك، حاجه مميزه. وده طبعا ده ليه ثمنه وليه سعره، مش اي حد بيقدر يجيب الحاجه اللي هي زي كده. دي اوروبي، بتنزل للسوق الاوروبي، حاجه مميزه، حاجه خامتها غير اي خامه موجوده في السوق، ومش هتشوف زيها، ومش هتشوف اي حد في السوق المصري صور حاجه زي كده بالعربي. لو دخلت على البراند ده هتلاقي كل اللي صوروا عليه اجانب. يعني الحمد لله بنوفر الحاجات اللي مش موجوده. اللي عاوز السكوتر ده يقدر يتواصل معانا، هيكون مميز، كل الناس هتشاور عليك. الامكانيات بتاعته بقى، انا اكيد هنسى حاجات من الامكانيات اللي فيه، لان ده مليان امكانيات ومليان رفاهيه. اول حاجه هنا دبل ويلز، يعني عجلتين امامي، حاجه مميزه جدا جدا جدا. كل الناس زي ما قلت هتبص عليك. هنا في نظام سسبنشن، يعني ده السكوتر ده مصمم ان هو يمشي في اسوأ الظروف. يعني مهما تكون ميه، تكسير، مطبات، هيمشي معاك في اي ظروف خلقها ربنا. فدي اول حاجه. سيستم الفرامل بتاعه قوي جدا، سيستم فرامل هيدروليك، بيشتغل بنظام حقن الزيت. في هنا 2 اسطوانه وخلف اسطوانه، يعني مهما تكون مثلا على سرعه، عشان السكوتر ده سريع جدا هيقف معاك وبسرعه. الاستجابه بتاعته سريعه جدا، التسارع بتاعه سريع 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 بطريقه مش طبيعيه. يعني سرعته عاليه، قوه الموتور بتاعته مواصفات اوروبيه، مصمم ان هو يستحمل معاك ويجيب اعلى سرعه معاك. يعني لو ما كانش سريع ما كانوش حاطين سيستم الفرامل هنا. اللي يوريكم ان الكواليتي بتاع السكوتر ده مش طبيعي. الكرسي هنا مصمم من طبقه جل، يعني عمرك ما هتشوفها في سكوتر عادي. خامه الكرسي مصروف عليها قوي، زي ما انتم شايفين هنا طري. وهنا السكوتر ده حاجه مهمه نسيت اقول لكم عليها، ان السكوتر ده فولدنج، تقدر تطبقه بكل سهوله وتحطه معاك في العربيه. وهنا الكرسي هنا بينزل معاك وبيتقفل من هنا. السسبنشن بتاعه يعني الخلفي مزود ب4 مساعدين، المساعد بتاعه طري جدا. يعني زي ما قلت لكم الحته دي اتكلمنا عليها. في مرايات، المرايات دي رؤيتها جميله. بس كده. حاجه مهمه برضو، اخر نقطه، هنا البطاريه تقدر تاخدها معاك في البيت وتاخدها تشحنها معاك في البيت. عاوز تشحنها في مكانه ماشي، عاوز تشحنها في البيت تمام. مش لو مش عاوز تطلع السكوتر البيت، فده حاجه طبعا مميزه. السكوتر ده عندنا متوفر في محل ويل بايك، لو حد محتاجه تقدر تتواصل معانا. هتركب حاجه مميزه وحاجه فريده، حاجه مش هتلاقي زيها تاني، حاجه هتخليك مميز. اكيد انا ناسي حاجات، ما ذكرتش كل حاجه عن السكوتر. كان معكم مينا ماهر، ما تنسوش الاشتراك في القناه. حاجه نقطه اخيره قبل ما نقفل، الاضاءه بتاعته ظهر على الطريق. شكرا ليكم. كان معكم مينا ماهر من ويل بايك، يلا سلام.